دين فرنسا في هادشي اكيد، لان ما ننساوش واحد القضيه، راه المغاربه ما تعرفوش واحد الحقائق. راه النكازه اللي كانوا تيدعيو الحلفاء ديالنا والاصدقاء ديالنا راه طعنونا في الظهر، راه داو لنا طرفايه، وطرفايه بشحال بعيده على العيون 90 كيلومتر 21 عام هما مستعمرين طرفايه، وزادوا كاع قالوا لان ماشي من حق السلطان المغربي يتدخل فيها، الله ما تابعاش لبلادك، الحدود ديالك فين كاينه؟ غير في درعا. شوف هذا الحلف. اذا هالوثائق كاينه في الفورن اوفيس، وزاره الخارجيه البريطانيه في لندن، ما يعطيوكش. فرنسا ملي دخلت الجزائر من عام 1038 وعينها على الصحراء باش دير السكه وتمشي لتيمبوكتو وتستغل هذا الخط وتضربنا من الجنوب الشرقي. وشكون اللي كيحضر معنا دابا حاليا كيشوف الخريطه ديال المغرب؟ كندوزوا عليها ولكن ما كنوقفوش على واحد الوقفه ديال التامل. حتى راه وثيقه. علاش؟ هذيك الخريطه قليل اللي كينتبه لها. راه حنا بوحدنا اللي عندنا 13 درجه فيها مضروبه بالمقص، قطعه بحال هكا. الناس كاع كانوا عندهم خط مستقيم الا المغرب. هذا المهندس الفرنسي العسكري هو اللي كان تيقطع. كيفاش انت بغيتي يعطيك الوثائق في الكيدورسي وزاره الخارجيه؟ ولكن غادي دير مجهود على كل حال أكيد. وغتقدر تحصل الوثائق الاولى اللي ربما فاجاتك دكتور بالحداد. شنو هي؟ دخلت وزاره الخارجيه الكيدورسي، قالوا لي سير بحالك. صريح العباره. باش كتقلب المشكل ما تحلش، ما يمكنش تشوف الوثائق على الصحراء. قلب على شي موضوع اخر مرحبا. الصحراء ما عندنا لا وين يدخل في هذا الفرنسيس. علاش؟ انا تنقولها هو دا كنتحمل المسؤوليه ديالي، لان الثروت ديال الصحراء راه ماشي في الامم المتحده ولا مجلس الامن ولا عند الصبليون، راه في باريس. هما اللي خداوها لينا، هما اللي عطاوها للصبليون، وهما اللي داروا الخطوط، وهما اللي داروا مناطق النفوذ ورسموا الحدود، وملي خرجوا خلاو الناس صداع. حنا علاش كنبقاو ندوروا عارفين ودنك تقول ها هي وانت عندك باريس؟ انا كان كيخصني ندخل البرلمان الفرنسي وندخل البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ وندخل الجامعه سوربون والجامعه ديال ليون وديال ليل ونشرح المواقف التاريخيه. حنا تنقول بزاف د المسائل خلينا فيها. تخيل انت معايا الا رجعتي انت بهاد الدغول دابا اللي كاين ديال فرنسا حاليا. انا باش نرجع لك الوثيقه، انا دائما معاك في الموضوع ديالها باش نكملوا الامور الاخرى. تفضل دكتور. تخيل معايا علاش فرنسا باقا لحد الان ما عمرها قالت الصحراء مغربيه؟ هذا سؤال خطير. لحد الان ما عمرها قالت شي مسؤول قال راه الصحراء مغربيه. تيغازلون الحكم الذاتي. واش حنا داخلين نعرفوا نلقى كل مره فين يوصل افريل نقبطوا كرشنا خايفين من مجلس الامن واش غادي يصوت واش غادي يعطي لنا نورسو؟ وحنا عندنا الحقوق ديالنا نتسناوهم. ما يمكنش. يستحيل. خصك تقلب وتكون حاضر، تكون حاضر، وكما تيقولوا حاضر وناظر دائما على هذه القضيه. لهذا قلت لك شنو كانت الوثيقه الاولى اللي فاجاتك؟ الوثيقه اللي خلعاتك وكنت بغيت نسرقها ندخل على ودار الحبس. انا غادي نقول لك واحد السر. شنو هي؟ من باريس جراو عليا، مشيت لشاطو فانسان وزاره الحربيه ما كاينش. قالوا لي سير لنونت 500 كيلومتر راه ما عندي لا منحه لا والو. هكاك عندي معايا حق ديال دانون وتفاحه صافي طابي وباكيه الكارو. الله باش كندخل الله عليا الله الحمد لله. حتى كان واحد المحافظ باقي كنعقل عليه باسكال تيقول لي فو ترافاي كوم ان بتي شامو. تنقول لي كيفاش ما كتاكلش؟ تنقول لي انا كناكل. وديك الساعه بشحال الفوتوكوبي ب 60 ريال الورقه. الله يا ربي. باقي الفرون فرونسي ديك الساعه 60 ريال الورقه. وما عندكش الحق تكوشي ولا شي حاجه. تيعطوك لي طرامبو تيقول لك الوثائق اللي بغيتي لصقهم وسير بحالك. وشنو كانت هذه الوثيقه دكتور؟ الوثيقه اللي خلعتني كنلقاها جبدوا لي واحد الملف فيه شي 5000 وثيقه كان فيوتي. ما عنديش فلوس باش ندير فوتوكوبي بزاف. اللي قاد عليه غادي نديرو واللي ما قادش غادي نقرا وبيدك بزربه تكتب. انا كندخل مع 8:30 ديال الصباح ما كنوض حتى كيبدا يطفيو عليا الضوء. الله لقيت في وسط السي الرمضاني وسط هذا الكوم ديال الوثائق بانت لي واحد الوثيقه بالعربيه. ثارت الانتباه ديالي وسط تقارير فرنسيه عسكريه ودبلوماسيه فيها. جريتها تلقاها الظهير ديال السلطان مولاي الحسن الاول. انتبه معايا باش كيعين الشيخ مع العينين نائب سلطاني على الصحراء في عام 1879. 1879 يعني قبل ما يجيو الصباليون ولدوا الذهب ب5 سنين، ماشي 5 شهور، 5 سنين. وكاينه السياده القانونيه والسياده السياسيه والسياده الدينيه والتبعيه. قريتها وتلقى معها
6 الوراق ان بتي رابور بالفرنسيه. شكون اللي لقاها؟ الليوتنون كولونيل الحاكم العام ديال مراكش سميتو اولوا، وتيقول فيها هذا الظاهر صحيح ورسمي وشرعي وملكي، وما تيخصناش نوريوه دابا للصبليون. شوف التقرير، حتى لا زاغ الصبليون وسخن عليها راسها وتحالفت مع المانيا ضدنا، غادي يقولوا راه ماشي ديالك هذه المنطقه. اللعب قديم. شوف اللعب قديم وكيتجدد اليوم، وكيتجدد اليوم. خبطتو قريتو فيه تنقول ويلي. وبالعربيه الظاهر الرسمي وين. والخطير فيه نائب سلطاني. وفي القرن 19 المغاربه ما تعرفوش على ان مساله النائب السلطاني ماشي هي القائد وماشي هي العامل. فرق، كتمثل السلطان بحال كما كنقولوا دابا في مجلس الامن. عمر هلال كيمثل المغرب وكيمثل صاحب الجلاله. ديك الساعه هذا النائب السلطاني عندنا في المغرب جوج فقط. نائب سلطاني فين كاين في طنجه هو وزير الخارجيه اللي مطاكي السفراء الاجانب. وعندنا نائب سلطاني فين؟ في تافيلات. علاش؟ حيت كانوا الاتراك في الجزائر 400 عام هما مستعمرين نعسوا الجزائريين، وملي عندك 400 عام ديال الوجود انت زيرتي العثمانيين الامبراطوريه الخطيره ما قدرش تدخل. اذا كان نائب سلطاني ديال المغرب في تافيلات عيون على الحدود باش ما يدخلوش الترك ماشي الجزائريين.